مهما غيرنا وجددنا في طرق الكنافة وضفنا عليها إضافات وعملناها بأطعم وأشكال مختلفة، هتفضل صينية الكنافة بالمهلبية أو الكريمة الكدابة هي الأساس، ومش هنقدر نستغنى عنها أو ما نعملهاش. معايا كيلو إلا ربع من الكنافة. هي الحقيقة هنا كانت فريش مش في الفريزر، فهبتدي أفركها بإيدي وما أشوف فيها أي تكتلات زي كده هستغنى عنها. مهم جدا إن الكنافة تكون ناعمة علشان تدينا نتيجة حلوة وما تضايقناش في الأكل. طبعا لما بتكون في الفريزر وبتكون مجمدة بيكون اسهل كتير. بناخدها كده وهي مجمدة نضربها في الكبة او نفركها بايدينا بتتفتت وبتتكسر بسهولة. انا هنا جبتها فريش وكانت مفرومة اهو، بس طبعا ما نستغناش ان يكون فيها اي تكتلات، فهبتدي افركها واتأكد ان مفيش فيها التكتلات دي خالص. وطول ما احنا ايدينا في الكنافة لما بيقابلنا اي حاجة بعد كده برضو بنشيلها، مفيش اي مشكلة. بعد ما فركت الكنافة هضيف عليها 3 معالق كبار من السكر البودرة. لكل ربع كيلو كنافة معلقة كبيرة من السكر البودرة. السكر البودرة هنا مهمته ان هو طبعا بيطعم الكنافة، غير كده ان هو بيساعد ان هي تكون متماسكة وبتاخد تحميرة حلوة في الفرن. هفركه كده كويس جدا مع الكنافة، وبعد كده سيحت كوباية الا ربع من السمنة، سمنة بس مش زبدة، وطبعا ما بيكون سمنة بلدي بتكون احلى كتير. هضيفها على الكنافة وهبتدي افركها كده بايدي كويس جدا زي ما بنبست عجينة الكحك بالظبط علشان نشبع الدقيق بالسمنة. هنا هنشبع الكنافة بالسمنة، هنفركها كويس جدا لحد ما نتأكد ان الكنافة كلها اتغلفت كويس جدا بالسمنة كده من فوق لتحت لحد ما اخلص كده، ويكون لونها واحد وقوام يعني ملمسها نفسه يكون واحد. بعد ما خلصت هجيب صينية، الصينية دي مقاس 32 او 34 زي ما تحبوا، لكن يعني تقدروا تعملوها في المقاسين. كيلو الا ربع من الكنافة يعملوا صينية معاكم مقاس 32 او 34، الفرق بينهم مش كبير. هاخد نص كمية الكنافة وهبتدي اوزعها في الاول في قاع الصينية، بعد طبعا ما اكون دهنة الصينية كويس جدا بالسمنة. هوزع الكنافة كويس جدا في القاع بايدي في الاول، وبعد كده هجيب بقى اي صينية مقاس اصغر وهبتدي اضغط بيها على الكنافه. وزي ما قلت لكم لما بنقابل اي حاجه في الكنافه اي تكتلات طبعا ما خدناش بالنا منها بنشيلها، مفيش اي مشكله. هجيب صينيه دلوقتي اصغر وهبتدي اضغط عليها كويس جدا، واهم حاجه ان الجوانب تكون كمان مضغوطه كويس اهو. الخطوه دي مهمه قوي، بصينيه بقى اصغر بكوبايه ببوله زي ما تحبوا، بس لازم نضغطها كويس جدا. لو مش حابين تعملوا كيلو الا ربع من الكنافه وعايزين تعملوا نص كيلو بس، يكون حلو قوي في صينيه مقاس 28. بعد ما ضغطنا اول طبقه من الكنافه هجيب دلوقتي حليب، معايا كوبايتين ونص من الحليب، هضيف عليهم معلقتين كبار ونص من النشا ومعلقه واحده من السكر. مش هضيف سكر كتير في الحشو طبعا علشان الكنافه فيها سكر ولسه كمان هنسقيها بالشربات. هقلب السكر والنشا مع الحليب كويس جدا لحد ما اتاكد انهم دابوا تماما. بعد كده هرفعهم على النار. اول ما نحس ان القوام ابتدى يتقل ويلف معانا هضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا البودر ومعلقه كبيره من القشطه او الكريمه اللباني المتوفر عندكم، او لو مفيش خالص مفيش اي مشكله. وهقلبهم مع الحليب والنشا والسكر. شايفين القوام تقل ازاي؟ هقلب كده، هي بتبقى تقليبه واحده بس في الاخر لحد ما نلاحظ ان هو خلاص هتغلي من الجوانب زي كده تبقى جاهزه معانا. هرفعها دلوقتي من على النار وهبتدي اصبها فوق اول طبقه من الكنافه. القشطه او الكريمه اللباني بيدولها قوام حلو قوي وطعم غني جدا. هضيفها على اول طبقه من الكنافه كده في النص، وهنوزعها بالسباتيولا، بس نراعي ان هي ما توصلش للجوانب علشان ما تتلسعش وهي في الفرن. وهنا لحد ما المهلبيه تهدى شويه هسخن الفرن على درجه حراره 200 من تحت، بس مهم جدا ان هو يسخن كويس قبل ما ندخل الكنافه. بعد ما المهلبيه او الحشو برد شويه وتشمع معايا اقدر اوزع فوقه على الوش الكنافه بسهوله. ببتدي اوزع الكنافه. مهم قوي ان احنا نستنى لحد لما بيبرد، لو هو لسه سخن والمهلبيه بتاعتي لسه طريه هنضيف الكنافه هتغطس جوه الحشو مش هتدينا نتيجه حلوه، والطبقات المظبوطه اللي هي الطبقه فوق قد الطبقه اللي تحت، فلازم نستنى لما تهدى تماما.
هوزع باقي كمية الكنافة على الوش، وهبتدي اسويها بايدي. هنا طبعا مش هنضغط بصينية او اي حاجة علشان الحشو ما يخرجش للجوانب، لكن هوزعها كويس كده وهفرك الوش كويس، يعني علشان اتأكد بس ان هو مستوى واحد مفيش مكان اعلى من التاني. وكمان هضغط عليها من الاجناب كويس جدا، مهم جدا ان احنا نحبش الاجناب كويس بالكنافة. وهضيف احط على الوش صينية كده يعني تقريبا تعتبر نفس المقاس من غير ما اضغط عليها، وهدخلها الفرن رف اوسط على الشبكة على درجة حرارة 200. اول 10 دقايق هسيب الصينية فوقيها كده. مهمة الصينية دي ان هي هتحافظ على الوش ان هو ما يبقاش الكنافة منعكشة على الوش لما تتحمر، وكمان يعني بيخلي متماسك بقى. السكر هيبتدي يسيح مع السخونة، يعني هيساعد ان وش الكنافة يكون متماسك واستوى واحد. ومن غير ما اقلبها ومن غير اي حاجه، بنفس الطريقه اللي امهاتنا كانوا بيعملوها، هنسيبها لحد ما تاخد لون من الجوانب وتاخد من لون من على الوش. ولو عاوزين اللون يكون على الوش اكتر من كده نفتح عليها الشوايه دقيقتين، لكن هنا انا ما شغلتش الشوايه خالص، هي اتحمرت مع حرارة الفرن. وبعد ما بتطلع بسقيها بالشربات. الشربات يكون بارد والكنافة سخنة. شربات الكنافة عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية مع عصرة ليمونة، وبرفعهم يغلوا على النار 7 دقايق. بعد كده بسيبه لما يبرد تماما ويهدى، وبعد كده بنسقي بيه الكنافة وهي سخنة. وهنا طبعا بنقطع الكنافة بعد ما سقيناها وبردت، بنقطعها. عايزة اقول لكم ان بالطريقة دي بيكون سكرها مظبوط جدا، مهما كلتوا منها مش هتجزعوا، حلوة جدا جدا جدا. شايفين تحفة وكريمية على فكرة. هنا كمان كانت لسه دافية مش باردة تماما. اتمنى فعلا انتوا تجربوها بنفس الطريقة. هستنى رأيكم في الطريقة في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعة الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.